ارحبوا يلا حيوا يلا من كيف انت يا شيخ؟ سلام. طيب كيف؟ سلام الله فيك ولا تنقدون باقي. كيف انت يا مان؟ سلام. طيب كيف؟ سلام. كيف؟ الله فيك وما ديوري. سلام. كيف؟ ما جرى الجميع ما جرى الجميع والسلامة. وشعلونكم وشعلونكم زانت آفاكم وطولت بقاك من سمعنا لحضرتكم على ضوء الحادث اللي جاء وكبر في خطرنا يا خلق الله كلنا، لأنه الأول من نوعه قد صار. جمعنا رجال شم ورينا علينا واجب وش اسمه اللي هو الميثاق، وقبلنا عليكم الله يقبل الجميع. وهنا 10 قعدان وهنا 30 خروج وهنا جنبية و3 ملايين وسيارتين من جدد عادها من مدير الزمان الحاضر. باقي شيء لا في خطركم شيء، الحين قايمين به ومحكمين فيه ومرضين. تكبر ولا تصغر؟ وفيها أعفاك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي الشيخ علي بن حاسم المكرمي شيخ شبه قبائل المكارمة الكافة من قبائل المكارمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة ولاة أمرنا، وعلى رأسه مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اللذان لا يلوان جهدا في أمن هذا الوطن واستقراره. كما نشكر صاحب السمو أمير المنطقة وسمو نائبه على جهودهم فيما يخدم المنطقة وأهلها. وباسمي وباسم قبائل شميان وقبيلة آل حسين ومن شارك من قبائل وايلة، وعلى أثر ما وقع للشيخ حسين بن أحمد جمال من جريمة قتل نكراء لم يسبق لها مثيل، حيث وقعت هذه الجريمة لأحد أفراد بيت الرفيع وعزيز ونور نقتبس منه، ولكون الجاني ينتمي لقبائل شميان وهو المدعو راشد مانع حسين الجعفر. ولبشاعة الجريمة وصلوا إلينا قبيلة آل جعفر معترفين في الواقع ومستمتلين بما يلزم عليهم من حقوق وواجبات تكبر أو تصغر. وقد رأيت أن علينا نحن قبائل جشم كافة أن نقوم بما يسمح خواطركم ويبيض وجوهنا لديكم ولدى المكارمة جميعا. فنحن مقبلين عليكم للآتي مثار 10 من الإبل، 3 رأس من الغنم، سيارتين صالون آخر موديل، مبلغ قدره 3 ملايين ريال وجنبية. وما تطلبوه منا وهو محض خواطركم ويسريكم فنحن مستعدين به. ونطلب منكم رفعة الراية البيضاء لقبائل جشم يام ولرجال يام وولد عبد الله عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يمد لنا في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير قلوي بن عبد العزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول، الذين لا يألون جهدا في مواساتنا في جميع الأحوال سواء الأفراح والأتراح. أسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يعز دولتنا وينصر جنودنا. وأثني بالشكر على رجال الأمن
الذين استطاعوا على القبض على الجاني في أسرع وقت ممكن، ونحن لدينا ورقة سوف نتلوها عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إنه في يوم الجمعة الموافق 9/9/1444 للهجرة حضرت قبيلة آل جعفر للهنديام وقبائل الشميام ومن معهم من القبائل، يتقدمهم الشيخ مانع بن سالم بن منيف شيخ شمل قبائل يام، وأخوانه عند الشيخ علي بن حاسن بن عبد الله المكرمي شيخ شمل قبيلة المكارمة وقبيلته المكارمة، وذلك إثر قضية قتل المدعو حسين بن أحمد بن علي الجمالي المكرمي من قبل المدعو راشد مانع آل جعفر، وذلك بعد عدة مداولات في قبول المنصب للمثار قام بها الشيخ مانع بن سالم بن منيف وأخوانه، وتم تحديد الإقبال هذا اليوم. وكما تعلمون بأن راشد مانع آل جعفر قد أقدم على القيام بجريمة نكراء لا يقرها دين ولا مذهب ولا ملة ولا عرف ولا سلم، وحتى الإنسانية منها براء، ولم يسبق لها مثيل بين قبائل يام وهمدان والمكارمة، حيث أقدمها على قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق، وقام باستدراج شايب كبير في السن أعزل السلاح ضعيفا عقلا وجسدا ونطقا، وقام بإركابه معه في سيارته من غرب نجران والذهاب به إلى شمال شرق نجران في منطقة خلاء مستغلا ضعفه وقلة حيلته، ثم قام بعمل جريمته البشعة النكراء وقام بقتله ظلما وعدوانا، ولم يكتفي بالقتل بل قام بالتمثيل بجثته وتقطيعها أجزاء، منها ما تركه في الخلاء ومنها ما تجرى على قطعه وحمله إلى غرب نجران مرة أخرى، ضاربا أبشع صور الإجرام، وعمل ما لم يعمله الشرفاء من الرجال أثناء الحروب والمواجهات، حيث بأنها تحترم جثة وكرامة الميت مع العلم بأنه لم يكن هناك أي خطأ سابق أو ما يكلفه على القيام بذلك من قبل المجني عليه أو قبيلة المكارمة كافة، وإنما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. العيوب: 1 الترصد، 2 الاستدراج، 3 كبير في السن، 4 مريض بالتوحد أبكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، 5 غير مدرك مصاب بأمراض صحية، 6 لا طالب ولا مطلوب، 7 آمن ومستأمن، 8 أمنه في السيارة وأكل من زاده، 9 سيره في طريقه وغدر به، 10 ضرب في الوجه، 11 طعنة في الوجه والرقبة والصدر، 12 فصل الرأس عن الجسد، 13 التعذيب حيا وميتا، 14 شمس جسمه وتركه للسباع وللضباع والكلاب، 15 أخذ الرأس من ثجر شرق نجران إلى جبل أبو همدان بالحضن، 16 نوى الهروب، 17 صور ونشر، 18 شهر بفعلته ولم يخاف الله ولا حرمة الشهر الفضيل، 19 التباهي بالفعل والسب والشتم. نود ذكر عدد من النقاط التالية التي لا بد من تنفيذها والالتزام بها حتى يتم قبول المثار، وهذه القضية لو دققنا في كافة جوانبها بشأن المثار لألزمهم عدة مثارات، ولكن أسندنا هذا المثار إلى مشايخ قبائل الشميام فهم أهل العادات والأعراف والسلوك. أولا بخرج لنا 50 حالفا من قبيلة آل جعفر يصرف عليهم الأيمان التالية: أقسم بالله العلي العظيم مهلك الفاجرين وحاشر الظالمين بأن قتلة حسين بن أحمد الجمالي المكرمي لا فيها رضينا ولا تمالينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا نعل ولا نعلم فيها ولا تمالى منا فيها 2 قبل وقوعها. ثانيا على قبيلة آل جعفر الالتزام بالبراءة من الجاني الغادر أمام الله تعالى وأمام خلقه وعند الدولة، وبأنه لا له شفيق ولا رفيق ولا شفيع ولا محامي ولا مدافع ولا مطالب حتى يقام فيه شرع الله، ومن ثبت عليه ذلك فإنه يكون معه في الجرم سواء وشريكا في جريمته. ثالثا يعتبر هذا المنصب وهذه البنود خاصة بالمثار حسب السلوم والعادات والأعراف الدارجة بين قبائل يام وهمدان والمكارمة، وما جرت عليها هذه العادة في مثل تلك القضايا ولا لها علاقة بجريمة القتل والدم ولا تتطرقها نهائيا ولا تعيق مسارها
حيث أن القاتل وقضية الدم لدى الدولة وهي في أيدي أمينة وعند دولتنا حفظها الله وأيدها بنصره حتى يتم تنفيذ شرع الله في الجاني. بتجيكم الورقة وقعوها يا شيخ مانع. أنا قريب معك أنا. المهمات هاتهم اللي قدام عند المهمات وراجل قدام. صلوا على النبي. ورجال يا من بيضان وجيه ولا قصروا مثارهم وافي وشافي ويخلوا كل ذنب وجعلهم ما يجيهم مثل اليوم ولا يجينا إلا في خير والمقصود خير. هذا لا صبيان اجشم خوالي نفداك وانا ابو ساق شيخ شملال فاطمه وذولا خوالي والايمان ما ترضي الله حتى ولو كانت باره وكلنا على علم ويقين نفداك انهم لا رضوا لا هم ولا حن ولا انهم مبليين مثل ما انتم مبليين. واليوم انا طالبك وطالب المكارمه بوجهي وبجاهي في عفاء خوالي من الايمان وبوجهي وجاه الله ووجيه الانبياء والصالحين. ارحب ابو سعد ارحب ومعفيين من الايمان والجهل. صلوا على النبي صلوا على النبي. صلوا على النبي يا الربع صلوا على النبي. أول شيء تبيضان وجيه والله يبيض وجيهكم وجه الشيخ مانع بن سالم وأخوانه وجيهكم جميع وجيه المشايخ الحاضرين وحين يا طوال العمار. بالنسبة للمذار قبلنا 1,000,000 فقط أما الباقي فهو لوجيهكم يا حاضرين جميع كل من حضر هو لوجيهكم وسلامتكم وطولة عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شهور نقول الله بوجه سيدنا علي بن حاسن وقبائله المكارمة على ما قاموا به من إعفاء وما قاموا به من واجب للجميع ويا بيض الله وجيههم ما قصروا أقبلوا وحكموا ووضوا ولا عندهم إلا كل زين وحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في أمن واستقرار مستفين كل ذي حق حقه والله يكون في مع الجميع كبير وصغير ولا قصرتوا يا من حضر من يوم غيرهم وعسى الله يسد الشام. صلوا على النبي. سمعنا كلامك الله يطول عمرك. هم اللي جينا فلا تمر الدين يشيب هم اليتمى ولا شيء من الامور اللي تصلح له ولا تمر الدين من هذا. كيف نقول بعد؟ صلوا على النبي. صلوا على النبي. المصاب جلل وحين يا طول العمر ما حنا بنجي قدوة في الأمور اللي زي دي إلا قدوة حسنة ولا حن إن شاء الله عارفين أنكم بتشلونها وتشلون أكبر منها ولكن حنا بغيرنا يقتدي بنا في ذا الأمور وذا الموضوع يا طويل العمر حتى الموضوع ذا والله ما ودنا نحن نحملكم إياه 1,000,000 ذا لكن قد هو إلا الجلل كبير والموضوع كبير والله يجود عليكم ويبيض وجيهكم وانتم تجملتوا ومثل ما قد سبقت وقلت يعني ما حن قابلين غير 1,000,000 أما غيره فالله يبيض وجيهكم والبيض لكم. وعندي بالنسبة لقبيلة الصقور وقبيلة العباس هذول القبيلتين بيض الله وجيههم ولا قصروا وقدني طالبهم بوجه الله ووجهي عند الموضوع عن قبل الليل دفنه بالنسبة للجعفر وولدهم وقضيتهم. أما إذا زاد ظهر معه شركاء أو انحد معه افترى ما يعفيهم من المثار ذا ولا يعفي أي شخص
اشترك في هذه الجريمة البشعة، حيث والموضوع لا زال قيد التحقيق، وفي يد دولتنا وفي يد أمينة بأيد أمينة، والله يعزهم ويقويهم ويبارك فيكم إن شاء الله. أبو حاصل الله يطول عمرك ويحفظكم ويعزكم. اللي جينا به علمتك ما عاد ولا مرجعين، والرد جفا هناك يتمام، هناك عرب يجوز انه في حاجته يلقاه، وقد عن طالبينك وجينا رجال الشام انك ما ترد طالبين. يا الله يكثر خيركم، ومثل والله ما شليناه، وزي ما علمتك يا شيخ مانع، حنا بنكون قدوة للناس يا طويل العمر بذي الامور، ولا حنا الله بشالينا، والله يجود عليكم، والله انتم مثل ما اعطيتونا نجران كله، يشهد الله. سمع طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان شيخ شمل قبائل مواجديان الشيخ مانع بن جابر بن صيف. بسم الله الرحمن الرحيم القائل في محكم كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، على أثر حادثة القتل التي طالت المرحوم بإذن الله حسين بن أحمد الجمالي المكرمي، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، على يد أحد أفراد قبيلة آل جعفر آل هندي. وعليه في هذا اليوم فإننا نؤكد ونؤيد ما حكم به ورآه الشيخ علي بن حاسن المكرمي شيخ شمل قبائل المكارمة طال الله في عمره وأدام بقاه، وأن قولنا من قوله ورأينا من رأيه. كما نشيد لقبائل جشم الهندي كافة، على رأسهم الشيخ مانع بن سالم ابن منيف شيخ شمل قبائل جشم، على ما قاموا به هذا اليوم من منصب لقبائل المكارمة خاصة ولأهل نجران عامة، إثر حادثة القتل آنفة الذكر. وهذا ما جرت به العادات والقيم والشيم والأعراف القبلية بيننا، كما هي من عهد أسلافنا، وباقية بإذن الله يدا بيد، وباقية بإذن الله، ولما لها من حقن الدماء وإطفاء الفتن ونبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق الأمن يدا بيد مع حكومتنا الرشيدة وأجهزتها الأمنية وقضانا العادل لتحقيق العدل واستتاب الأمن تحت راية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، حفظهم الله جميعا وأدام عزهم. وفي الختام نسأل المولى عز وجل دوام الأمن والأمان على وطننا في كل مكان وزمان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبر شوي. الشيخ صالح بن حيدر وقبائله ولد عبد الله همدان مول شغل. الحمد لله رب العالمين، اللي حصل واللي صار، ولكن حطها الله بيد الأمين وبيد الله سبحانه وبيد دائم، كن بيدك بعد الله وبعد الزمان. أنتم قبائلك وبيض الله وجيهكم، قمتوا بالواجب وكفيتوا ووفيتوا، وياهم كلهم كافة ونعملها، ما فيهم قول ولا أحد يشكي كلام ولا ينشر منشورات ولا فيات ولا في همدان، ما هو صيد الخير ولا هو ابن ولا ابنكم ولا ابن دولة ولا ابن دارين يخليه إلا نطول عمره. أول يوم ما عندنا إلا ما حصل أنصار وقاله سيدنا الله يطول عمره ويبقيه لنا ويخلي لنا ولاة الأمور وبيض الله وجيهكم وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما حدث والحمد لله أمر جلل وأمر كبير، ولم يحدث في عهد المسلمين من 400 سنة ما حدث هذا اليوم، ولكن نحمد الله على قضاء الله قدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأن داعينا المقدس الرحمة وأن يسكنه فتح جنات.
الأمر الآخر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز بيادتنا وولاة أمرنا على رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. الأمر الآخر، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن رزق هذه البلاد بأوفياء من جنودنا البواسل الذين أمسكوا على الجاني في وقت قياسي، فلهم منا التحية والتقدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز بيادتنا وأن يثبتهم وأن إن شاء الله تعالى يرزقهم البطانة الصالحة. هذا جانب. أما الجانب الآخر فللقبائل مثارات، وأنتم أهلها يا شيخ مانع عن كل الشم الجاريات والسلف العرف ما يختار. فهو الآن خير وصال جواب آل عباس ولد بن جعفر وطأ أرضنا وامتهن كرامتنا وحمل معه رأس ابن الداعين المقدس، وهذا أمر جبل على قبيلة آل عباس. ونحن نطلبكم مثلا في هذا الجانب، والشان مده إلى سيدي الشيخ علي بن حاتم الله يحفظه ويؤيده، وما رأى في هذا الأمر سواء إعفاء الأخ حقنا فهو لنا. وهذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للكلام اللي قاله مسؤول الله يبارك فيكم في رضوان الجيه، يا المنيح ويا الشام ويا الجميع كلكم في رضوان الجيه، والله يبيض وجيهكم وصدق العيد لكم كلكم، والراية البيضاء لكم والله يبيض وجيهكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شعور فالله يصلح الشان ويغيب الشيطان، والله حفظ لنا ولاة أمرنا الملك سلمان ومحمد بن سلمان، حن في أمن وفي رخاء، وحقوق كل مواطن محفوظة وحافظتها وكافلتها الدولة بفضل الله، ثم بفضل تحكيم كتاب الله ورجال الأمن البواسل المتواجدين معكم في هذا المكان وفي كل مكان. هذه الحجة وما يتعلق بها بمثال فقد انتهت بما انتهى إليه الشيخ علي بن حاسن والمكارمة والشيخ مانع بن سالم بن نيف وجبايل. ونرجو من الجميع عدم إثارة أي مواضيع فرعية. بالنسبة لي أنا أخيكم محمد بن علي الوساق، فعندي كلمة نصيحة للمجتمع السعودي بشكل عام وليس النجراني. أخواني، نحن وطن ينعم بالخير وبالأمن وبالرخاء، ومستهدفين من أعظم الدول، ترصد المليارات لتدمير شباب هذا الوطن. فأوصيكم وأوصي كل مواطن غيور إلى اليقظة والوقوف إلى جانب رجال الأمن بالإبلاغ عن كل مهرب مخدرات أو مروج للمخدرات، والحفاظ على أبنائكم وعلى شباب الوطن من هذا الوباء. أيضا من لاحظ منكم في ابنه اختلالا في نفسه أو مرض يشوب تصرفاته فعليه الذهاب به إلى الرعاية لعلاجه وعدم تركه رهية لتلك المخدرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. قبيلة الصور.